السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة في الفيديو دوت أنا هتكلم عن صناعة الأنابيب، أنبوبة الغاز بتتصنع إزاي. يعني شوية حاجات كده عنها حلوة برضو كده. أنا كنت مفكر الأول الأنبوبة دي كلها كده صب بتخش في نار أو في قالب وتطلع، طلعت لا غير كده، بتتقسم لنصين. اللي هي لو حد عنده أنبوبة ياخد باله، اللي الأنبوبة في حز فيها في النص كده عامل زي حزام، لا دي بتنقسم لاتنين، النص ده تحتاني والنص الفوقاني، وتتقفل وتعمل لها شريط الحزام ده. غير كده اللي هي الغطا بقى اللي فوق اللي انت بتشيل منها اللي عامله زي الايدين دي بتتصنع لوحديها. يعني هي بتتصنع ل3 مراحل زي ما انتم شايفين هنا كده. هو طبعا ده كده ده الجزء الاولاني اللي فوق اللي هو بتتربط فيه الانبوبه. طبعا دي مكنة لحام بالكهرباء مقفولة بنار، ما فيش شغل بتاعنا اللي هو اعمل لا، ده شغل كمبيوتر كله. زي ما انتم شايفين بيلحم النص اللي فوق بالايد بتاعة الانبوبة. ده شغل على مية بيضة زي ما بيقولوا، مش الشغل بتاعنا اللي هو هات اللندا ويلحم. وده نص الانبوبة اهوت اللي فوق اهوت، والتاني بقى بيلحمه بيساعدوكوا زي ما انتم شايفين. مش لحام اللي هو لحام كهرباء يا ابني ويجري، لا ده لحام كهرباء بمواد تانية بحاجات، عشان ده مش حاجة سهلة، دي أنبوبة. يعني أي تسريب أي حاجة بالسلامة، يعني ده شغل تمام. وبعد كده زي ما انت شفتوها كده بترجع تخش النار تاني لزيادة الصلابة بتاعتها، يعني زيادة القوة بتاعتها والصلابة بتاعتها. طبعا انتوا عارفين الأنبوبة بتتضغط، طبيعة ضغط الأنبوبة بتتضغط غاز، بيبقى من 10 ل12 ماشي بار. بار دي اللي هي وحدة الضغط من 10 ل12 بار. وتبدأ زي ما انت تبدأ هنا كده تتكبس وتتجرب مرة واتنين وعشرة، مش يعني مش كده ويطلع وعلى السوق كلام. ممكن ده احنا عندنا اطلع ويطلع على السوق مش مشكلة، أي حاجة يحصل لها مش يعني مش هتفرق. احنا عندنا أنابيب كتير بتنفس، الله يرحمه كان قبل ما يركب الغاز كانت نص العربية تنزل نصها يرجع، ايه يا ابني بنفسها. تبدأ هنا تخش كده بعد ما ضغطت واتجربت، تاخد اللون بتاعها ويبدأ يقلوظ لها عشان يركب لها السن بتاعها. على فكرة كمان المكتشف الأنبوبة ده كان جنسيته بلجيكي، اسمه جون فون. بلجيكي اسمه جون فون سنة 1677. تبدأ بقى تاخد اللون، هو معروف أول اللون أزرق، هي لها ألوان كتير بس دايما الأزرق ده كده اللون خطير بتاعها. كده بعد ما الوظة بيقفلها بقى ويربطها ويحرق عليها أوي طبعا، وبتتجرب مرة واتنين. وعلى فكرة صلاحية الأنبوبة 25 سنة، ضمان المفروض بعد 25 سنة تعدم. طبعا الكلام ده مش عندنا احنا، ده بره بس. عندنا هي 200 سنة ولازم تفرقع عشان يهلكوها. هي 200 سنة ولازم تفرقع عشان يهلكوها. هنا بتخش في المية وهي مضغوطة وفيها نسبة الغاز عشان يبص عليها في المية كده. الكلام من ده يعني ده شغل مصانع بره مش شغل مصانع عندنا. احنا عندنا حاجة تانية يعني، بلاش تتفرج على حاجة عندنا بصراحة. وده كل ما كان لدينا في الفيديو.